ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه بقى اللي في الصواني دي؟ مفاجأة. اكل حلو قوي ومميز قوي، وفيديو جديد من مطبخ ياسمين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الصينية الحلوة قوي دي؟ تيجي نشوف عملناها ازاي بكل طريقة سهلة وبسيطة. معانا بقى كده 3 حمامات، يلا بينا نصلي على الرسول. واللي لسه مشتركش في القناة يا ريت يشترك ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. معانا كده 3 فرادي حمام، ربع كيلو من الرز، فرمين بصل علشان خاطر الفيديو بتاعنا النهاردة حلو قوي وجميل ومميز، وفيه اكلات كتير قوي ومميزة، واكلات شرقية وحلوة قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. الطاسة بتاعتك بقى الجميلة نزلي فيها شوية من الزيت علشان نعمل خلطة الحمام او حشو الحمام. انا حاشية الحمام بتاعي هنا ده رز، تقدري تبدلي الرز بالفريك عادي جدا. هدي الرز بقى تشويحة حلوة، هديله تشويحة كويسة كده. والحلة التانية زي ما انتوا شايفين على النار، حطيت بقى فيها مية وطماطماية، توابل، فلفل اسود، ورق لوري، حبهان مستكة، كل الحاجات بتاعة الشوربة بتاعتنا الحلوة دي. رز الحمام لازم يتشوح علشان خاطر ما يعجنش جوه الحمامية، لازم نشوحه كويس قوي علشان خاطر يعني نشف منه المية مكان الغسيل. لكن لو عملناه كده ابيض بيبقى معجن جوه الحمامية، بيعجن مع الشوربة. لازم رز الحمام بتاع الحشو يتشوح، وهتشوفوا دلوقتي بالتفاصيل بأدق التفاصيل انا بعمله ازاي. كملوا الفيديو للاخر هتستفادوا. بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوهات، معلش كان عندي والله كذا حاجة كده، حقكم عليا. دي بقى الكبدة يعني الكبد والقوانص بتاعة الحمام. هنزلها في النص كده علشان خاطر تاخد الصدمة وتتشوح مع الرز. كده الرز بتاعي بقى تمام، شوحته كده لحد ما خليته بقى ناشف خالص، بس في نفس الوقت ما تحمرش معايا، انا مش عاوزاه يتحمر، انا عايزاه يتشوح بس. وعملت بقى في الناحية التانية الشوربة بتاعة الحمام علشان لما اخلص التتبيلة بتاعتي يكون المية بتاعة الحمام غليت على طول. تعالوا بقى ندردش مع بعض شوية، وحشتوني كتير كتير بجد، بقالي فترة كبيرة مش بعمل لكم فيديوهات، حقكم عليا. انا فعلا بقالي فترة بعيدة عن الفيديوهات، بس بسبب شوية ظروف كده كانت حصلت لي، بس ان شاء الله ربنا يعني يسهل، الدنيا هتتظبط تاني وهنرجع تاني مع بعض. هعمل لكم وصفات حلوة وجميلة وسهلة وسريعة. انا بقى ضفت ايه؟ ضفت شوية من البصل المفروم اللي انا فرماه معاكم، يعني قبل كده كنت فرماه من قبل ما اجهز الفيديو. هبهر بقى الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين، ملح، فلفل اسود، حبة من بهارات، 7 بهارات. كده الرز خلاص بقى حلو قوي، بقى تمام بتاع الحشو. يا ريت بقى انتوا وحشيني كتير قوي قوي قوي، يا ريت بجد بجد اللي انا وحشاه يكتب لي في التعليقات ان انا فعلا وحشاه. وان كان مستني فعلا فيديوهاتي، ان انا مش موجودة بقالي فترة. آه انا طبعا نزلت الحشو، ومكان الطاسة هي مش هغيرها ولا اغسلها. هحط برضو مادة دهنية شوية زيت تانيين. انا بكبر طبعا بيكو، وانتوا وحشتوني بجد كتير، ونفسي نرجع مع بعض تاني زي الاول، والقناة بتكبر بيكو، انتوا عيلتي التانية. انا والله كنت تعبانة شوية علشان كده بقالي فترة كبيرة مش بعمل فيديوهات. هنزل بقى بشوية زيت زي ما قلتلكم. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. والمدارس طبعا واخدة مننا وقت كبير كبير كبير، ونظام التعليم اللي اتغير،
والتقييمات وحاجات ياما قوي. فبجد اعذروني ان انا ما بقيتش انزل فيديوهات. نزلنا بقى شويه من البصل علشان خاطر نعصج اللحمه النهارده، وزي ما انا قلت لكم معايا فيديوهات كتير واكلات ياما. هنعمل رز اصفر، وهنعمل بتاع ده مكرونه بشاميل، وهنعمل حمام محشي، وهنعمل كفته. فالفيديو مليان تفاصيل ياما بجد. اتفرجوا على الفيديو للاخر هيعجبكم قوي، وما تحكموش عليه من الاول. دي كلها تجهيزات للاكله بتاعتنا النهارده. اكلتنا مميزه وصينيه اكل محترمه جدا جدا جدا. هتحبوا الفيديو وهتستفادوا منه في حاجات ياما. كده شوحت البصل معايا. هنزل بربع كيلو من اللحمه المفرومه علشان اعمل تعصيجه المكرونه بشاميل. دي لقيتها بصل قطع بصل زياده. اصلا البصل ده انا كنت فرماه قبل كده ومخزناه في الفريزر. البصل اللي انتوا عارفين اليومين دول غلي قوي قوي، فانا كنت مخزنه كام كيس كده بصل في الفريزر. فطلعت منه كيس يفك، بس ما كانش فك قوي يعني زي ما انتوا شايفينه في الطبق في الاول، كان فك بسيط. فانا لقيت بقى الكتلتين دول مش عايزين يفكوا، واللحمه خلاص كده اتعصجت وملحتها وبهرتها، فقمت حطاهم في شوربه الحمام عشان خاطر تغلي واسقط فيها الحمام معاكم. كده عصجنا اللحمه بتاعتنا. نرجع بقى للمدارس وموال المدارس. بجد الامهات الله يكون في عونها، والله يكون في عون الولاد برضو. ربنا يا رب ما يضيعش تعبهم خالص وينجحهم، علشان هم بجد 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 المدارس بقت مرهقة جدا جدا جدا، والمنهج يعني عمال يصعب وكل حاجة بتصعب. تعالوا بقى نحشي الحمام بتاعنا ونرجع للفيديو بتاعنا. وربنا يعين كل أب وكل أم يا رب على اللي هم فيه. أنا بحشي الحمام بقى من الرقبة، وبحشيه برضه من جوه، بس بحاول أوسع فيه كده شوية زي ما انتوا شايفين. احشيه من فوق شوية ومن تحت شوية. بصوا بقى الخلطة بتاعتي الجميلة لونها حلو ازاي. بصوا الحمامية بقى بتتحشى ازاي بطريقة سهلة وبسيطة للبنات اللي لسه ما بتعرفش تحشي الحمام. تقدري بقى تتعلمي بقى ازاي الحمام بيتحشى، وازاي بتعملي التتبيلة بتاعته او الحشو بتاعه بطريقة سهلة وبسيطة. ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب للي كل حاجة. بصوا انا بحشيه بقى كده من الزور، وبساوي الحشو بتاعه علشان خاطر ما يبقاش مكلكع ولا يفرقع معايا. بحاول اسويه كده واخلي كل الجناب زي بعضها. بصوا منظر الحمامية وهي محشية بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، جميلة جدا. بألف هنا وشفا. بقى معايا بقى شوية رز، هحشي الحمامية من جوه من القلب. بصوا بقى الشوربة بتاعتي كانت خلاص غليت. هسقط الحمام زي ما انتوا شايفين.
حطينا بقى حبة فلفل الوان، حبة من الفلفل الاصفر وحبة من الفلفل الاحمر. احنا بنحب في التعصيق بتاع اللحمة بتاع المكرونة البشاميل نحط فلفل الوان، بيخليها طعمها حلو قوي. وكمان حاجة مفيدة وخضار بندخله للولاد علشان خاطر يعني الولاد اللي ما بيحبوش الفلفل الالوان ما بيحبوش الخضار عامه، ممكن تدخله لهم في مكرونه بشاميل. هم طبعا كل الولاد بتحب المكرونه البشاميل، فدي تبقى حاجه حلوه برضو ان انتي تعمليها لاولادك. هتستفادي ان هم يستفادوا بالفايده بتاعه الخضار جوه المكرونه، ويبقى طعمها حلو قوي. كده هنجيب بقى حله تانية وننزل فيها معلقتين من الزبده علشان نعمل البشاميل بتاعنا للمكرونه. وطبعا الحلة اللي هناك دي فيها الحمام بيتسلق. هنعمل حاجة حاجة كده معاكم لحد ما نوصل في النهاية ان احنا نعمل الصينية اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. بألف هنا وشفا يا رب اللي كل حاجة. صينية مشبعة جدا وحلوة جدا جدا جدا. الواحد كده كل فترة بيحب يعمل أكلة كده مميزة وجميلة. بألف هنا يا رب. هنزل ب3 معالق دقيق في الزبدة. هحس بقى ان هو يعني هيكتل معايا، هزود له حته معلقه زبده كمان عشان انا كنت حاطه معلقتين. حسيت ان الزبده شويه. وهنزل بلتر من الحليب. هنزل بشويه صغيرين في الاول. دي طريقه البشاميل اللي في البيت على فكره يا جماعه. ما ينفعش ان انت تنزلي اللبن مره واحده، لازم تنزلي بحبه الاول من اللبن، واللبن يكون مش سخن عشان ما يكتلش معاكي، لازم يكون بارد. بصوا انا كده بقى الحمام بسويه في الحله عشان الحله ما تفورش، وبرفع الغطا زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه. هبهر بقى شويه من الفلفل الاسود وحبه من البهارات بتاعتي. حبه ملح. هنفضل بقى نقلب كده بالمضرب اليدوي. طبعا انا مصفعه لكم الحته دي علشان خاطر طبعا انتوا عارفين البشاميل بياخد وقت شويه على النار عبال ما يلف ويديني القوام اللي انا عايزاه. كده بقى ما كتلش معايا وهيطلع بسم الله ما شاء الله. القوام بتاعه حلو قوي وجميل قوي. تعالوا بقى نبص مكرونه، صينيه المكرونه بتاعتنا. دي صينيه مقاسها 22. هدهنها بقى دهنه كده من الزبده وهنزل فيها شويه من البشاميل. بصوا قوام البشاميل بتاعي بقى عامل ازاي. 3 معالق زبده كان عليهم 3 معالق من الدقيق ولتر حليب. هيطلع قوام البشاميل بتاعك حلو قوي. هحط بقى اول طبقه من المكرونه وهنزل بقى. بصوا اللون اللحمه بتاعي حلو ازاي. هنزل باللحمه بقى بتاعتي. شيل بقى ورقه اللوري دي. نضف بقى المعلقه. وبصوا اللحمه بقى 1/4 كيلو على الصاج ده. مظبوط خالص خالص. ومكان مليان لحمه خالص زي ما انتوا شايفين. 1/4 كيلو يعمل لك صينيه مكرونه حوالي 6 قطع. هسويها بقى. هسوي الوش التاني اللي هو الطبقه الاخيره بتاعه المكرونه. وهبدا بقى انزل البشاميل بعد طبعا ما اسويها خالص. لو انتوا لسه معايا انتوا بجد احسن ناس. حبايبي بحبكم في الله. زي ما انا قلت لكم انتوا عيلتي التانية، والقناة بتكبر بيكم. ولو محتاجين اي حاجة ممكن تكتبوا لي في التعليقات
وانا هرد على كل اسئلتكم ان شاء الله. ننضف بقى رخامة كده حوالينا. بقية البصل بقى اللي كان باقي معايا من الكيس اللي انا كنت مفرزاه، هصفيه بقى خالص واطلع منه كل المية اللي فيه، علشان لما اجي اعمل الكفتة بتاعتي ما تفكش معايا. ده اول حاجة سر نجاح الكفتة، كفتة الحاتي، ان انتي تعصري البصل، ما تحطيش البصل بميته. طبعا ده بصل مفروم زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى كل المية اللي فيه. طبعا بصوا كمية المية قد ايه، بتاع كوباية مية. مية البصل دي احنا ممكن ما نرميهاش ونستخدمها في اي تتبيلة، زي تتبيلة الفراخ او تتبيلة الفراخ عامة، اي نوع من انواع الفراخ ممكن تحطيها في الفريزر، ترجعيها في الفريزر وتستخدميها في اي تتبيلة من تتبيلة الفراخ. بصوا انا ركنتها على جنب لحد ما اشوف هعمل بيها ايه. وبرده مية البصل دي ممكن تعمليها، تحطي عليها حاجات وتعمليها كماسك على شعرك، مفيدة جدا. مية البصل بتساعد على آه، الشعر ان هو يطلع، وبتقلل الهيشان، وبتخلي الشعر حلو قوي. بجد مية البصل مفيدة جدا. هنلبس بقى الكلافز بتاعنا ونحط بقى الملح بتاعنا، شوية من السبع بهارات، شوية من الفلفل الاسود. طبعا الرخامة عندنا ممسوحة ونضيفة جدا. بصوا بقى اللحمة ما شاء الله، ده ربع كيلو برضو من اللحمة. هحط عليه بقى شوية من التوابل، من توابل الكفتة اللي هي بتتباع جاهزة. اهو هحط معلقتين من توابل الكفتة، بتخليها طعمها حلو قوي وريحتها مميزة جدا جدا، اللي هي التوابل اللي موجودة عند العطار، اللي هو كيس التوابل. بس انا طبعا حطيت معلقتين صغيرين عشان ده ربع كيلو، مش كمية كبيرة. بس بسم الله ما شاء الله، بصوا ربع كيلو بقى نص كيلو، يعني ما شاء الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا. كده بقى المكرونة بتاعتنا كانت احمرت، وهنبدأ بقى نقفل شغلنا. والحمام كمان حمرناه. هنجيب بقى الصاج بتاعنا الجميل. تقدري تعملي الصينية دي وتعمليها عشاء عروسة، أو عزومة. وطبعا تقدري تزودي في كمية الأكل زي ما انت عاوزة، يعني ممكن تخليهم 5 حمامات أو أكتر من كده. هنحط بقى ورق فويل في الصينية من تحت، وهنطلع عليه حروف. طبعا أنا عاملة معاكم الرز الأصفر قبل كده، تقدروا ترجعوا للفيديوهات. انا ما حبيتش اصوره لان انا منزلاه معاكم كذا مره قبل كده. طريقته سهله جدا. بصوا الحمام بسم الله ما شاء الله، الف هنا وشفا. نرجع بقى اللقطه دي، اللقطه دي مهمه قوي يا جماعه، رص الاكل دي حاجه مهمه جدا. ما شاء الله ما شاء الله، الف هنا وشفا. الحمام بيتكلم عن نفسه بجد. هنرص بقى الكفته في الجنب التاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وصفات سهله سهله وبسيطه، وكمان مميزه جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتعليق حلو أو دعوة حلوة في التعليقات، ولكم بالمثل طبعا. هنقفل بقى صينية المكرونة. وكده رصينا بقى الكفتة بتاعتنا. هنبدأ بقى نجرنش الصينية بفلفل ألوان وشوية من البقدونس على وش الكفتة كده. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوة والجمال.
بسم الله ما شاء الله. هنقفل بقى الصينية. بألف هنا وشفا. الصينية دي كانت رايحة عشا عروسة أختي الصغيرة. هي كانت طالبة حمام وكفتة ومكرونة بشاميل بس، ما كانتش عاوزة ولا بط ولا رومي ولا وز ولا الحاجات الجامدة دي. هي قالت اعملوا لي حمام وكفتة ومكرونة بشاميل. ألف هنا وشفا. مامتي كانت بتساعدني في تقفيل الصينية. بسم الله ما شاء الله. ومعانا بقى المكرونة البشاميل اللي برضه قفلناها. بس كده. فيديو جديد من مطبخ ياسمين. أتمنى الفيديو يكون يعجبكم. باي باي.